وانت في ابتدائي كانوا بيقولوا لك اننا عايشين على كرة ارضية، وان كوكب الارض بيضاوي زيه زي باقي الكواكب وزيهم زي الشمس كمان، وان الرسم اللي في الكتاب ده ثنائي الابعاد، والمفروض يكون فيه بعد تالت وهو العمق علشان تكون كل الكواكب والنجوم كروية برضه. وبعد كده بنوا على الكلام ده معادلات واشياء كتير، وانا اسف جدا علشان هصدمكم دلوقتي واقول لكم ان كل الكلام ده لا اساس له من الصحة، لكنك برضو بتصدقه علشان صدقت الكذبة الكبيرة، وهي قال ايه؟ ان الارض كروية يعني. ده احمد عبد الصبور، فيديو النهارده جاي اكشف لكم عن الخدعة اللي تم خداعكم بيها طول السنين اللي فاتت في 5 اثباتات ان الارض مسطحة. ايوه انت سمعت كويس، الارض مسطحة. يلا بينا. اننا بنشوف الشمس بتطلع لفوق في الشروق وانها بتنزل لتحت في الغروب، ده لا يثبت اطلاقا ان الارض كرويه وان الشمس بتلف حوالينا او اننا بنلف حوالين الشمس خالص. ده بيثبت بس ان نهايه مستوى رؤيتنا بيكون عند النقطه اللي بتبدا تظهر فيها الشمس اثناء الشروق، او اللي بتختفي فيها الشمس اثناء الغروب، مش اكتر. وطالما ان نهايه رؤيتنا بتكون عامله كده مش كده، فده بيثبت انه عادي ان الارض تكون مسطحه، لان رؤيتنا ليها دايما بتكون افقيه. بص بعينك على الارض كده، بص بعينك وانت مسافر في عربية او حتى في طيارة، هل بتشوف الارض كروية او حتى بتشوفها شبه القوس بالنسبة لك؟ لا، بالعكس. انت لو راكب عربية هتلاقي احيانا طرق واماكن طالعة لفوق. هتقولي لا اصل الارض بيضاوية مش كروية، اقولك بس يا بابا ما بلاش حاجك بقى. واصلا دي بالظبط نفس حجة اللي بتقوله انت مش بتحب السمك ليه، فيقولك علشان في شوك. غالبا اتقالك ان مثلث برمودا ده مكان في ملتقى 3 محيطات، وان اي طيارة او سفينة بتعبر من خلاله بتتدمر وبتختفي. والحقيقة هنا ان ده كلام لا يصدقه عاقل. قال ايه يعني؟ في خرم في كوكب الارض واي حاجة بتعدي من فوقيه بيسحبها لتحت. دي حتى لو نكتة فهي نكتة دمها تقيل جدا بصراحة. عارفين بقى ايه الحقيقة؟ انا هقول لكم. الحقيقة ان مفيش حاجة اسمها مثلث برمودا، في حاجة اسمها حافة الكوكب، لان كوكب الارض كوكب مسطح، وهي دي اللي هما بيقولوا لكم انها مثلث برمودا، علشان محدش يعرف حاجة وعلشان الناس تخاف تقرب من المكان ده. وغير كده اصلا اي حد بيقرب من حافة الكوكب بيكون فيه عواصف وحاجات كتير تدمر اي حد، ولو حد قدر يعدي العواصف دي بيسقط في الفضاء وبيختفي للابد، ومفيش حد هيقدر يوصله. وبكده تكونوا عرفتوا كمان ايه هو سر مثلث برمودا. الحقيقة ان المحيطات هي اللي بتحيط بالكوكب بتاعنا من كل ناحية، وده اللي بيخلق تيار بيمنع اي سفينة انها تعدي وتوصل لحافة الكوكب. واغلب الاماكن في البحار اللي بيسموها اسامي غريبة دي والبحارين مش بيرضوا يعدوا منها بتكون مؤدية لحافة الكوكب. والحقيقة ان تيارات البحر بتخدع الانسان وبتخدع البوصلة كمان، وكل ما تقرب من حافة الكوكب كل ما بتتغير اتجاهات البوصلة، وده اللي بيخلينا نرسم الخريطة بالشكل ده ونفتكر ان الكوكب بتاعنا كروي. وده اللي بيخلي ان الخريطة بتاعتنا في الحقيقة عملية وشغالة بنسبة كبيرة، حتى لو كانت مش حقيقية وخدعة كبيرة جدا. ليه بيخدعونا كل المدة دي؟ ليه مصرين يعيشونا في كدبة؟ ليه محدش من اللي طلعوا الفضاء بيقول لنا الحقيقة؟ ليه أسئلة كتير بتنشأ بعد ما تتأكد من الحقيقة الواضحة اللي لسه مشروحة قدامك. وعلشان كده أنا كمان عرفت لك ليه. الحقيقة الصدمة واللي كانت دايما مستخبية واللي بسبب إن اكتشفتها ممكن أتعرض للخطر، هي إنهم دايما كانوا بيخفوا حقيقة ومش عايزين يظهروها للنور بأي تمن. أيوة الحقيقة هي إنه يوجد فضائيين. ايوه زي ما سمعت، الفضاء ده مليان فضائيين، لكن ناسا وامريكا عايزين الشعب الامريكي والبشر عموما يصدقوا انهم الوحيدين في هذا الكون، وعايزين المواطن الامريكي يفضل مصدق انه الافضل والاحسن ورقم واحد وكل الكلام العبيط اللي هم مقتنعين بيه ده. وغير كده هم شايفين ان حاجة زي كده ستثير بلبلة وتساؤلات كثيرة ومخاوف اكثر هم في غنى عنها. الله عليا وانا بقول كلام كبير انا نفسي مش فاهمه. وبعدين تفتكر كل القوى النووية والأسلحة الرهيبة اللي بتمتلكها أمريكا دي فقط للحماية من باقي الدول؟ لا طبعا، أمريكا عندها أسلحة ممكن تدمر كوكب الأرض بالكامل أساسا. والحقيقة إن أمريكا بتحاول تحمي نفسها من الخطر الخارجي. أيوة، الأسلحة الرهيبة والأسلحة النووية تحديدا موجودة لحماية أمريكا والدول الكبرى من خطر الفضائيين. وبس كده أثبتنا وبالدليل القاطع إن الأرض كروية. عاوزكم تتخيلوا ايه اكتر نظرية مجنونة ممكن تفكروا فيها او تسمعوا عنها علشان اثبتها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. وكده كفاية.